كما تلا العرض عشاء خاص أقامه الرئيس السيسي لنظيره الروسي ببرج القاهرة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أنه تم اختيار برج القاهرة حتى يمكن للرئيس الضيف مشاهدة مختلف معالم القاهرة. وفي نهاية العشاء تبادل الرئيسان الهدايا التذكارية. يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر بحبك 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 يا مصر يا مصري بحبك. اهلا بيكم معانا في برنامجكم الجديد مصر اولا. من اعلى مكان في مصر بنقول لكم في مصر اولا مفيش مستحيل، بالتخطيط الاراده هنقدر نحقق الحلم بتاعنا وتكون مصر اولا ونقولها باعلى صوت: تحيا مصر. تم الاحتفال بافتتاح برج القاهرة السياحي، أعلى برج في العالم، إذ يبلغ طوله 187 مترا بزيادة 42 مترا على ارتفاع الهرم الأكبر. نسر الجمهورية المصنوع من النحاس الأحمر يبرز على الواجهة بارتفاع 8 أمتار، ويكسو الجدار الداخلي للبرج الشبكي الشكل. ويمكن من أعلى البرج السياحي الذي يشق عنان السماء مشاهدة جميع معالم القاهرة. وبواسطة أجهزة البانوراما، وهي أحدث الأجهزة من نوعها في العالم، يمكن للسياح التعرف على أجمل مناظر القاهرة الحديثة ومعالم الفن على مر التاريخ في عاصمتنا العريقة. في مصر أولا بيكون بطلنا المكان أو الزمان أو الشخصية اللي بنستضيفها معانا في برنامجنا. في مصر أولا بنتكلم عن موضوعات جديدة، موضوعات بتهم كل مصري في كل مكان. مصر أولا بيهمنا حاجة واحدة بس، إن نخلي مصر فوق رؤوسنا كلنا، نخلي مصر هي أول حاجة في أولوياتنا، نخلي مصر هي رقم واحد عندنا. مصر أولا يعني مصر تستحق مننا كل تضحية. مصر أولا بنبقيها عننا كلنا، نحط إيدينا في إيدين بعض، مفيش اختلاف، كلنا لازم نتحد نحو هدف ونمشي لقدام. في مصر أولا لازم نتفق إن احنا تتسع صدورنا فيما اختلفنا حوله، ونتحد على ما اتفقنا على أن نتحد عليه. في مصر أولا لازم تكون أهدافنا واحدة، إرادتنا واحدة، قلوبنا واحدة، علشان نوصل لهدفنا ونقولها بأعلى صوت: تحيا مصر. ازاي نخلي بلدنا تكون هي أولا في حياتنا؟ ان احنا نعلي قيمة الانتماء جوانا، الانتماء للبلد، نعلي المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. انا من زمان على فكرة انا عايش بره مصر بقالي 25 سنة، يعني في السعودية، وديت يمكن ولادي جايبهم النهاردة. ولادي دول كلهم مواليد السعودية، بنتي في جامعة حاليا، وانا جايبهم عشان يعرفوا بلدهم. والنهاردة كنا في المتحف، والصبح كنا في القلعة، ودلوقتي في البرج. انا ودي اعرفهم يعني ايه مصر، قد ايه مصر عظيمة، قد ايه مصر دي تحتاج مننا ان احنا نضحي اكتر، واهم حاجه ان احنا نكون انتمائنا للبلد اكتر من انتمائنا لمصلحتنا الشخصيه. لو كل واحد انتمى للبلد ديت هتبقى اكبر واكبر، وهتبقى فعلا بجد بالدنيا. اشكرك. وقد الدنيا. اشكرك زي ما الرئيس قال. الله يخليك، وانا سعيد بيكم وبلقائكم، وسعيد بمصر. انا باجي كتير بس ما جيتش من زمان البلد،
النهارده وريت ولادي قد ايه القلعه والمتحف الامن والامان، حاسس بامان هنا في مصر؟ حاسس بالامان لان ده من زمان في مصر. اللي بيحصل ده طارئ وهيعدي، يعني فتره انتقاليه معروفه بين الثورات. تابعوا بره، اما جيت هنا لقيت الصوره اكثر امانا. الصوره احسن ما كنا متخيلين. انا بقالي دلوقتي دخلت في شهر في مصر. انا عايش في اسكندريه وجيت القاهره وسافرت الساحل، وكل الامور زي الفل، والشرطه رجعت والامور تمام، وهتبقى احسن واحسن. بس زي ما قلت لحضرتك، احنا كلنا نشتغل لصالح البلد دي، نشتغل لصالح البلد. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن، وبعد طول سكوته نطى وسمعنا صوته، وبعد طول سكوته نطى وسمعنا صوته، ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا وأمجادنا الكبيرة والدنيا في مهدها. برج الجزيرة الله الله على سحرها. برج الجزيرة الله الله على سحرها، بلد العز الكبيرة العالية عمرها، شوارع مجدها ومشايخ سعدنا، شوارع مجدها ومشايخ. منين حضرتك؟ انا مصري بس بقالي في كندا حوالي 22 سنه، أو بجيب اولادي اول مره القاهره، يعني الصغيرين الكبار. تنزل القاهره من 25 سنه؟ لا انا على طول بننزل ان شاء الله، يعني دي اول مره من 3 سنين. 25 سنه هناك. اه. قول لي انت انطباعك، انت كنت بتيجي قبل كده وجيت دلوقتي، حاسس في الوقت عامل شكله عامل ازاي؟ خاصه بعض وسائل الاعلام الدولي، انا بتكلم عن الاعلام الدولي وانت قاعد في كندا، الاعلام بيبث حاجات ويخليك تشوف حاجات وتشوف مصر بشكل، بيخلوك تشوف مصر ازاي هناك، وما جيت شفت الحقيقه دي مثلا في اختلاف ولا ما فيش اختلاف ولا ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، طبعا الاعلام يعني لازم نشغل عقلنا في الاعلام في اي حته في العالم بما فيهم مصر، يعني معلش يعني انا قبل ما انزل كانوا كل زملاتي وكل جيراني بيقولوا لي انت نازل مصر، يعني انت القرار ده قرار سليم، ما انتش خايف. انا كنت سايب اولادي قبل ما اجي بقى لهم شهر، نزلوا قبل مني بشهر وسبتهم لوحدهم لمده شهر من غير ما اكون انا معاهم. ولان يعني مهما كانت هي بلدنا في الاول وفي الاخر، واحنا لازم برضو يعني نزور بلدنا ونرجع. يعني انا اولادي مولودين هناك وعايشين هناك وبيدرسوا هناك، بس لازم يجوا كل سنه او سنتين من الوقت يسمح عشان يجوا يشوفوا البلد ويبقى عندهم يعرفوا ان دي بلدهم. يعني هم اولادي عارفين نفسهم ان هم مصريين مش كنديين، يعني الاول مصريين وبعدين كنديين. حضرتك عارف احنا برنامجنا اسمه مصر اولا، اخترنا كلمة مصر أولا علشان نعليها فوق الرؤوس ونقدر ننبذ أي خلافات، نتحد كلنا فتعلى بينا مصر ونعلى بمصر. شايف إن احنا ممكن نحقق ده إزاي؟ احنا محتاجين قبل أي وقت في تاريخنا كله إن احنا نطلع فوق الخلافات اللي احنا فيها ديت، ومش هيكون في حل لمصر غير لما كلنا نتحد إن شاء الله، وترجع أيام الرحمة والمودة والتراحم اللي كان بين زمان. أنا نفسي أرجع أشوفه يعني الحقيقة، يعني من ناحية الاقتصادية. فكرة معينة نرجع ونساعد ان احنا نرجع المحبة والتراحم، اخلاق اولاد البلد المصريين، الشهامة والحاجات دي، هل ممكن احنا نبتدي؟ هو طبعا في جزء كبير موجود والحمد لله لازال فينا الخير وموجود، بس زي زمان قوي نقدر نرجع ده؟ زي ما كان موجود ممكن يرجع تاني، لان احنا عدت علينا فترات صعبة في تاريخنا وعديناها وان شاء الله بنعديها. وطبعا معلش يعني وسائل الاعلام عليها دور كبير في النقطه ديت، المدارس، المساجد، الكنايس، الناس بينهم وبين بعض. يعني عايزين اول حاجه، يعني احنا في كندا احنا مختلفين عنهم، يعني مصريين مسلمين نعتبر عايشين في مجتمع غريب عننا، فاحنا في خلاف معاهم، خلاف ثقافي وخلاف حضاري وخلاف كل حاجه، ومع ذلك قادرين نعيش هناك وهم قادرين يستوعبونا، واحنا فهمنا السيستم هناك وعايشين عليه. فما بالنا احنا في نفس البلد هنا هوت، يعني احنا يعني لازم نفهم السيستم بتاع بلدنا الاول، ونبتدي ان احنا نفهم بعض ونتسامح، يعني نقطة التسامح، لان ما فيش حل تاني غير كده اهوت. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. اتشرفنا بحضرتك. نتعرف بحضرتك؟ المستشار جمال ابو كريشه. بحضرتك معانا، سعداء بلقائك. النهارده في برنامج مصر اولا. الحقيقه سياده المستشار بيهمنا ان تبقى مصر
رقم واحد في قلب وحياة كل مصري. الحقيقة كل المصريين الحمد لله عندهم الوطنية والإحساس ده، لكن في أوقات بيعلى فيه الإحساس ده جدا. احنا عايزين الإحساس ده يبقى في أعلى قمة علشان نشوفها رقم واحد على طول. تفتكر ده ممكن نحققه إزاي؟ لو كلنا اتفقنا في منهج واحد وهدف واحد، ان مصر هي تبقى مصر اولا، ومصر في قلبنا، ومصر في عقلنا، ومصر هي اللي فضلها علينا. مهما عملنا مش هنوفيها حقها. مصر دي ام الدنيا. التخطيط السليم هو دايما بيخلينا نوصل نحقق كل اللي احنا عايزينه، وده شفناه في قناة السويس. تخطيط، إرادة سياسية، إرادة شعبية، إرادة وطنية، وتحقق الحلم. أنا عايز إحنا ما نقفش عند حاجة واحدة، عايز يبقى ده في كذا حاجة نعملها وكذا مشروع لغاية ما نشوف مصر في كل حاجة بتحقق نفس المعدل ده، وبالتالي هنبقى فعلا رقم واحد وتبقى مصر أولا. ان شاء الله. ان شاء الله لو التزمنا نفس المنهج اللي ماشي عليه القيادة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ان شاء الله هنحقق كل اللي عاوزينه واكتر. وقناة السويس هتبقى يعني زي ما قالوا رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. فإن شاء الله قناة السويس هي الخطوة الأولى. تفتكر الخطوات اللي بعد كده أهم حاجة فيها تكون إيه؟ يعني لو حطينا أولويات، تفتكر إيه اللي ممكن بعد كده محتاجين نشتغل عليه؟ النظرة للصناعة، المصانع المقفولة اللي واقفة من بعد الثورة اللي حصلت محتاجة برضو نظرة ليها وتشغيلها كلها عشان نستفيد بالإنتاج. يعني الإنتاج معمول ليه أصلا؟ عشان عائد على البلد، وقناة السويس مثال لذلك يعني. فإن شاء الله ربنا يوفقنا وبجهود القيادة السياسية ورئيس الحكومة، ونتمنى أن كل المسؤولين يمشوا على هديهم وعلى نهجهم يعني إن شاء الله. في تنشئة النشء، أطفال هما بيتربوا يبقوا نشء شباب، علشان نربي ونزرع في قلوبهم مصر أولا. وحضرتك راجل مستشار وليك رؤية، فرأيك إيه؟ رأيي إن ده أمر طبيعي ومطلوب من كل رب أسرة إنه ينشئ أولاده على هذا الأساس. تفتكر يعمل إيه؟ يحببهم في مصر، يحكي لهم عن مصر وتاريخ مصر وبطولات مصر وأمجاد مصر. ومصر دي زي ما قالوا هي مقبرة الغزاة. يعني كل معتدي على الشرق عموما كانت الجبهة أو حائط الصد الأول مصر. فمصر دي يعني زي ما قالوا أم الدنيا فعلا. المفروض لو الطفل نشأ على حبها هيتفانى في خدمتها، ونقدر يعني نحسن ونعدل السلوك السلبي في المصريين إلى حد ما إن شاء الله. من أمام برج القاهرة، أعلى مكان في مصر، رمز العزة والكرامة اللي اتبنى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. الحقيقة المكان ده ليه معزة عندنا وليه تصميم وإرادة وليه قصة مشهورة جدا. كمان عندنا حاجات بتوحي بالعزة والكرامة. قناة السويس، الإرادة، كان في إرادة عند الشعب كله، نبذنا خلافات، حطينا ايدينا في ايدين بعض، خدنا القرار، اشتغلنا وتوكلنا على الله، اتحقق القرار وتنفذ، وبقت قناة السويس واقع مش مجرد حلم. عايزين كل حياتنا تبقى كده، واقع مش حلم. جميل يبقى في أحلام، لكن الأحلام عايزة إرادة وعايزة صبر وعايزة تنفيذ. كل ده ممكن يتحقق وتبقى مصر أعلى حاجة عندنا، وتبقى مصر أولا زي اسم برنامجنا، مصر أولا. نحط إيدينا في إيدين بعض ونخليها عندنا أولا تبقى أعلى حاجة، فتخلينا عندها أعلى حاجة. نخلي مصر أول حاجة في اهتماماتنا، نخلي مصر عندنا في القمة شامخة. زي ما شايفين البرج ده عالي قد كده، نخلي مصر عندنا هي عالية، لأن مصر غالية وهتفضل غالية وهتفضل عالية على طول، طول ما فيها ناس بتحبها، طول ما فيها ناس مخلصين تضحي بأرواحها وحياتها علشان تخليها أولا. مصر تستحق إن هي تكون أولا. في برنامجنا البطل أحيانا يكون المكان، وأحيانا يكون الزمان، وأحيانا يكون الإنسان. مصر أولا. أتعرف بيك؟ محمد عبد السلام. أهلا بيك. فين مكان حضرتك بتشتغل فين؟ انا اصلا حضرتك من العياط وجايين هنا عشان نفسح الاولاد يعني. أهلا بيك معانا. وبنقول هنا في مصر أولا، عايزين مصر تبقى فوق رؤوسنا كلنا ونربي ولادنا على كده. أنت شايف ممكن نحقق ده إزاي؟ نحقق ده حضرتك كل اللي بيعمل حاجه يعملها كويس. يعني انا بعمل عمل اتقنه، ماليش دعوه بغيري، اذا كان غيري مثلا بيزاغ من شغله او غيري بيعمل حاجه مش كويسه او بيعملها اي كلام. كل واحد بيعمل حاجه يعملها كويس، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس هتلاقي البلد بتتقدم وكل حاجه بتعملها
ما بترجع لهاش بسرعه تاني. يعني واحد بيرصف طرق هتلاقيه ياخد وقت كبير على ما الطريق يبوظ، واحد بيعمل كوبري على ما يبدا يعمل فيه صيانه يكون خد، واحد بيعمل مصنع وهكذا. صيانه في المصانع، عندنا مصانع كتير عاوزه صيانه، عندنا اماكن كتيره عاوزه يعني زياده بس شويه في الجهد لان البلد واقعه وعاوزين نقومها. يعد برج القاهرة تحفة معمارية بناها المصريون على شكل زهرة اللوتس الفرعونية الأصل، ويتكون من 16 طابقا ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسواني، وتستغرق رحلة داخل مصعد البرج للوصول إلى نهايته 45 ثانية لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة. تشعر وأنت تنظر في النظارة المكبرة أنك تزور مصر كلها في لحظة واحدة. وفي الطابق 14 وعلى ارتفاع 160 مترا يوجد المطعم الدائري والذي يدور حول نقطة ارتكاز لترى القاهرة كلها وترى نهر النيل. كما يضم البرج أيضا مطاعم أخرى عديدة وبعض الأنشطة التي تعبر عن مصر القديمة. يذكر أن برج القاهرة تم بناؤه بين عامي 1956 و 1961 وتكلف بناؤه 6 ملايين جنيه مصري وقتها، ويصل ارتفاعه إلى 187 مترا وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بحوالي 43 مترا. وارتدى برج القاهرة ثوبا جديدا بعد تجديدات وترميمات تمت به على مدار 3 سنوات. برج القاهرة صرح متميز في قلب القاهرة، مسلة تطال بارتفاعها السماء، مزيج بين الماضي والحاضر. في برنامج مصر اولا بيهمنا ان نخلي فعلا مصر كلنا فوق رؤوسنا، بنشوف شباب زي الورد ونتعرف بيهم وعن طموحاتهم. اولا برحب بيكم. عبد الله. انت؟ محمود. تعرف بيك؟ علاء. ازيكم؟ اما اقول في مصر اولا، اول حاجه تيجي في بالك وتخطر عليك في مصر اولا تبقى ايه؟ شبابها. شباب مصر. شبابها برضه. شوف بلدي اجمل بلد في الدنيا. تفتكر ده ممكن يتحقق ازاي؟ هيتحقق لو كل واحد فينا عمل كل حاجه صح، لو كل واحد فينا اشتغل كويس، تمام، لو ضابط الشرطه احترم اللي في الشارع واللي في الشارع احترم ضابط الشرطه، تمام، هيتحقق لو الموظف ادى شغله على اكمل وجه بدون رشوه، هيتحقق لو في رقابه حقيقيه على كل منظمات الدوله، هيتحقق لو انا بلتزم بالحاجه المفروض اعملها، تمام، اللي هي واجب عليا، بأدي كل حاجه باكمل وجه، بمعنى اصح بأدي كل حاجه باكمل وجه. هو ده اللي هيتحقق، يعني بكده هيتحقق. القصه مش في مين اللي بيحكمني، تمام، مش في مين اللي مسؤول عني، القصه في انا بعمل ايه، ضميري بيحتم عليا اعمل ايه. انتوا شايفين ايه اللي ناقصنا عشان نبقى رقم واحد؟ الاخلاق، الضمير، الاخلاق مش موجوده بدا في الشباب اللي طالع. ضمير، لو في عند كل واحد ضمير هتبقى بلد حلوه. وما نرميش اللوم على حد غيرنا، كل اللي بيتكلم يرمي اللوم على الحكومه، كل واحد بيبقى في شخصيته هو بنفسه، يبدا بنفسه هو من عنده، لان بالذات الجيل هو اللي انا فيه سني، الجيل ده هو لو اسسنا نفسنا كويس هنبقى كويسين بعد كده. دلوقتي اكتر جيلي يا اما بيبطلوا مدرسه يشتغل اي شغلانه تانية، كده مفيش تعليم ولا هيبقى في مؤهلات ولا هيبقى في حاجه بمصر. المفروض ان انا ابدا انا بنفسي من مستقبلي دوت، ان انا احدد حاجه لنفسي، ده لنفسي والبلد. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحيطان. مصر قريبه واوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر شايف الف ضحكه بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف انها فرحانه بيك. قولي فين الغربه وانت وسط اهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار ديارك يلقى جوه ديارنا عيد، يلقى سعد الشده ايد. سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام، سلمى يا
بيض سكر حالي، كل شي فيها طيب، فيها حاضر فيها طيب، فيها يتلاقوا الأحبة وبين قلوب الناس تطيب. نهار وليل مصري صاحية تبارك فيها النور. وكل الشعب المصري الجميل بمختلف المحافظات موجودين هنا. كل واحد بيجي علشان يوري ولاده جمال القاهرة من فوق البرج. اتعرف بحضرتك؟ مصطفى سيد من اسيوط. اهلا بيك واهل اسيوط كلهم، برحب بيكم. طبعا احنا بنيجي مكان اثري جميل يعني في مصر، من الاماكن الحلوه السياحيه ومن معالم القاهره يعني. عايزين نعلى بلدنا ونخليها اولا، تبقى اول حاجه في حياتنا. تفتكر ازاي تبقى مصر اولا عندنا؟ يكون فيه حب بين الناس وبين بعضها. حب قل الحب ولا ما قلش ولا ايه؟ قل الحب؟ ويعني في الفتره اللي عدت دي، في الفتره الاخيره يمكن قل شويه. الفتره اللي حصلت دي بتاعت بعد 25 يناير، انما الحمد لله رب العالمين بعد 30/6 الدنيا بقت حلوه خالص، ونتمنى انها تكون احسن يعني في المستقبل باذن الله، ونتمنى ان شاء الله من ربنا كده ان يعني يصلح حال مصر. واضح ان هيك شكلك سعيد مبسوط. الحمد لله. الحمد لله. طبعا احنا بنيجي في الصيف وبنقضي الاجازه هنا في القاهره، وبنعرف الولاد على الاماكن السياحيه اللي في مصر، ومصر من اجمل دول العالم، وربنا يسود علينا المحبه ان شاء الله والتفاهم، وباذن الله في عصر عبد الفتاح السيسي هنبقى اجمل واعرق شعب باذن الله. قولي لي يا ميرال، عشان تبقى مصر فعلا فوق رؤوسنا ورقم واحد، ايه اللي ممكن نعمله عشان نخلص النيه ونخليها فعلا عندنا رقم واحد؟ اولا كل واحد يبقى جد في المجال بتاعه، ده رقم واحد. رقم اتنين، المفروض كل الناس تهتم بالطلبه اللي بيتخرجوا، مش كل واحد بيتخرج ويتعب ويقعد في البيت وكده، وكله بالواسطه حاليا، واحنا عايزين ان مصر ما تبقاش كل حاجه فيها واسطه يعني. تعرف بيك؟ محمود مصطفى من ابو خليل. اهلا بيك معانا يا محمود. قول لي يا محمود، مصر عندك رقم كام؟ 1. ايوه صعيدي اصيل. ايوه صعيدي اصيل طبعا. انا جاي واقف على بابك على اعتابك، وحشني ليلك وترابك وحشتني يا مصر. انا من عشاقك دمي فدائك، يا مصر انا من عشاقك دمي فدائك. معلش يا بلدي فراقك كان على عيني، انت الرحم وانا طفلك النون والجنين. جايلك يا امي انت فين، انت فين؟ مشتاق ابوس حتى الشوارع والبيوت، ومنايا ادوس وامشي على ارضك واموت. شايل مشاعر دافيه ليكي من سنين، شايل في قلبي حنان حنان وحنين، حنان وحنين، حنان وحنين. بنقولها بأعلى صوت دايما، تحيا مصر، لأن مصر هي أغلى حاجة عندنا. علشان نقدر نحقق حلمنا وتكون مصر أولا لازم نتحد كلنا، نشتغل ليل نهار نحقق أحلامنا. زي ما حققنا حلمنا في قناة السويس في سنة واحدة بس، نقدر نخطط لكل حلم من أحلامنا ونخلي حلمنا حقيقة بالتخطيط الجيد، التقدير المناسب للموقف والوقت. كل ده يخلينا نلاقي أحلامنا كلها حقيقية، نلاقي أحلامنا كلها قدامنا. ده اللي عايزين نحققه، عشان كده اخترنا المكان ده رمز العزة والكرامة، ونقولها تحيا مصر. مصر أولا وجميعنا يقول مصر